السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا مزيانين. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتي اللي هي حلويات من مطبخي. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطبق اللي ماشي انا اللي حضرته واحد الصديقه ديالي. قلت نشارك معكم هذا الطبق اللي هي غادا تحضره. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بلي لايك. بسم الله، نمروا لطريقه التحضير. هنا الشرموله كما كتشوفوا شنو ضفت واحد الاناء، غادي تضيف فيه واحد 3 معالق ديال السكينجبير. هنا ضفت واحد راس ديال الثومه، 3 ديال الريوز ديال راس كامل تاع الثومه حكاتو. هنا غادي تشرمل 4 ديال الدجاجات، هاد الشرموله ديال 4 ديال الدجاجات. هنا 3 ديال المعالق صغار ديال السكينجبير. غادي تضيف البنات، هنا غادي تضيف واحد المعلقه ونصف صغيره ديال الابزار كما كتشوفوا. غادي تضيف عليهم القليل ديال الفلفل الاحمر، الفلفله الحمراء، واحد 2 معالق صغار تقريبا ديال الفلفله الحمراء. غادي تضيف واحد نصف ملعقه ديال الزعفران بودره، وغادي تضيف واحد الملعقه ونصف ديال الفلفل الاحمر الحار، وغادي تضيف واحد 2 معالق صغار او ملعقه ونصف ديال القزبر يابس مطحون، وغادي تضيف واحد المعلقه كبيره ديال المطارد كما كتشوفوا، ملعقه عامره. تقدروا تضاعفوا الكميه على حسب الدجاج اللي عندكم. غادي تضيف واحد اللب ديال الحامضه مصيره بعد ما حيدت لها العظام ديالها. ضروري تحيدوا لها داك العلف باش ما يجيكمش الدجاج مر. غادي تحيد لها كامل داك اللب ديال الحامضه كما كتشوفوا. صافي البنات، هنا غادي تضيف القليل ديال الملحه. هي اصلا راها مشرمله، يعني اصلا راه مرقده داك الدجاج في الحامض والملحه، بايت ليها كامله في الملحه والحامض وسكينجبير وشويه ديال الابزار. غادي نضيفو غير شويه ديال الملحه. هنا ضفت واحد نصف كاس ديال الماء، وغادي تجمع به هاد العطريه كامله. غادي تخلطها كما كتشوفوا، الصوره عندكم واضحه. هاد الدجاج البنات كيجي رائع وبنين بزاف، وانا شخصيا عجبني هاد الدجاج. الله يعطيها الصحه ولا يخلي لها صحيحتها. هنا بعد ما خلطت المكونات كامل مع بعض، ما تخلطوش بزاف، يعني ما تكثروش الماء، ديروا غير شويه ديال الماء باش تجيكم هذيك الشرموله تجيكم شويه عاقده. صافي هنا بعد ما خلات الدجاج ليله كامله يستقطر، غادي تخليه ليله كامله مشرمل كما كتشوفوا. غادي تحاول تدخل كامل هذيك الشرموله في داك الدجاج. غادي بين الجناح ما تخليو حتى بلاصه البنات في الدجاج. صافي هنا بعد ما خلاتو على جنب، هنا غادي نمروا باش نحضروا الشعريه اللي غادي تعمر بها هاد الدجاج. هاد الدجاج غادي تعمروا بواحد الشعريه الصينيه. هنا كما كتشوفوا واحد المقلاة ضفت فيها واحد البصله صغيره، قليل من الثومه. هنا عندي الشامبينيو طرا البنات ضفتو، بعد ما ضفتو قلاتو مزيان. غادي تضيف عليه غامبه. بعد ما ضفتها صافي هنايا درت ديك الشعريه الصينيه، درتها في شويه الماء دافي، درتي واحد الغليه صافي حيدتها البنات ودرتها تصفى وقطعتها كما كتشوفوا. خلاتها تستقطر مزيان. ضفت 2 ديال الباكيات حيت هي اصلا عندها 4 ديال الدجاجات. صافي هنا بعد ما حيدتها غادي تخلي ديك الشعريه تستقطر مزيان. هنايا ضافت هاد الغامبه كما كتشوفوا بعد ما قلاتها في شويه ديال الزيت. هنا ضافت القزبر، دارت المطارد، دارت الحامض مصير، حامض البنات محكوك ومقطع هكا كما كتشوفوا قطع صغيره. هنا غادي تضيف شويه ديال الخرقوم، وغادي تضيف القليل ديال الفلفله الحمراء والقليل ديال الملحه، وغادي تضيف زيت الزيتون، وغادي تضيف القليل من الزعفران بودره. هنا كما كتشوفوا زيت الزيتون او زيت المائده اللي كتمتوفر عندكم، القليل من الثومه محكوكه. وغادي تخلط الكل مع بعض، داكشي كامل غادي تحاول تدخلوا في هذيك الشعريه. صافي البنات، وهنا بعد ما شرملتها كامله غادي تجيب الدجاجات اللي شرملتهم قبل وغادي تدخل فيهم هاد الشعريه اللي شرملتها. غادي نخليكم مع الفيديو.
كما كتشوفوا البنات هنا غادي تدخل ديك الشعريه كامله في الدجاج. عندها 4 ديال الدجاجات كما قلت لكم مسبقا. غادي تحاول تعمر دوك الدجاجات بالشعريه وغادي تحاول تشدهم مزيان بواحد الكرده. هنا بعد ما عمرت الدجاج ديالها كامل غادي تدخلو في الفرن. غادي تدخلو هكا خضر في الفرن على نار مهيله. غادي تفرش واحد الكاك ديال الفرن في الصينيه اللي غادي تدخل فيها الفرن. تحط الدجاجات ديالها وغادي تدخلهم للفرن على نار مهيله. البنات جا هاد الدجاج رائع والله يعطيها الصحه عليه. جا بنين وطيب مزيان. بزاف ديال البنات اللي غادي يقول لك واش طاب ولا باين بقى خضر. نو البنات هكا خضر. دخلتهم الفرن بالشعريه ديالهم وغادي تخليهم على نار مهيله. غادي يشدوا معكم شويه الوقت ولكن كيجيو فتيين. دخلتهم الفرن البنات وبعد ما طابوا طلقوا هذيك لاصوص ديالهم. هذيك لاصوص ديالهم خرجت هذيك الدجاج ديالها. حيدت داك لاصوص اللي هبط بداك الدجاج شداتو دارتو في واحد الزلافه ودارت عليه شويه ديال واحد المعلقه ديال الموطار. ضافت عليها شويه ديال الزبده صافا البنات وخلطتهم مزيان ودهنت الدجاج ديالها ودخلته للفرن يتحمر. هنا التزينه البنات دارت غامبه شويه ديال الملحه شويه ديال القزبر شويه ديال الحامض وخلطت الكل مع بعض وشويه الابزار صافي وخلطت الكل. وهذا هاد الغامبه هما اللي باش زينت. كما كتشوفوا هذا هو الدجاج اللي شاركت معكم كيجي رائع. هي هنا رافقته بالخضره تقدروا ترافقوه يعني الاختيار ديالكم. اهم حاجه انه هاد الدجاج جا بنين بزاف والله يعطيها الصحه ويخلي لها الصحه ديالها وما شاء الله عليها. وهذا هو الطبق ديالنا كما كتشوفوا. نتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم وتخليوا لي واحد لي لايك وكنشكركم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم.